السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما شرحنا باختصار دفاع الملك الهندي في الشطرنج وعملت لك فيديو دفاع الملك الهندي في 18 دقيقة هتلاقيه موجود على القناة. النهاردة جايب لك ماتشين لبوبي فيشر، وخد بالك من حاجة: إذا ذكر الدفاع الهندي أو دفاع الملك الهندي ذكر بوبي فيشر. بوبي فيشر من أحسن الناس، إن ما كانش أحسن واحد بيلعب دفاع الملك الهندي في التاريخ، وبيستخدمه كتير جدا. اللي بيستخدمه كتير حاليا برضو دكتور باسم امين، البطل الشطرنج المصري، معروف طبعا. طبعا انت لو ما تعرفش بوبي فيشر فصدقني يعني انت المشكله من عندك انت، وانت فايتك كتير. الراجل ده اسطوره في الشطرنج. المهم يا سيدي، لو انت عايز تطور نفسك في دفاع الملك الهندي ركز قوي في الماتشين بتوع النهارده، عشان اكيد 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 هتستفيد منهم. ما تنساش الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبتدي. وفي بدايه المباراه عندنا بوبي فيشر بيلعب بالاسود، بيلعب جي ام اسمه دونالد بيرن بيلعب بالابيض، وبيبتدي الماتش ببيدق وزير. بيرد عليه بوبي فيشر بنقلة حصان على الاف 6. بنبتدي في دفاع الملك الهندي، بيلعب البيدق اللي قدام الفيل، بيطلع بوبي فيشر بالبيدق الجي على الجي 6 بيحضر ليه الفيل، وبعدين نبيت دفاع الملك الهندي زي ما احنا متفقين عليه. ولكن هنا بنشوف نقلة نادرة شوية في الأشكال ديت، بيطلع بالبيدق بتاع الجي على الجي 3 عايز يحضر للفيل. طبعا لو انت فاكر زي ما شرحنا قبل كده، قلنا انه في دفاع الملك الهندي اول بيدق بيتحرك هو بيدق الوزير. لما الابيض يطلع ببيدق الملك خطوتين بنطلع ببيدق الوزير خطوه. ولكن هنا الامر مختلف. طبعا واضح بالنسبه لبوبي فيشر انه دونالد بيرن عايز يحط الفيل ده، عايز يفنكت الفيل على الوتر الطويل ده، فدفع له البيدق يقف في وشه. بيقولوا انت دلوقتي لو حركت الفيل هنا فيلك ده ملوش اي لازمه، باصص لحيطه. وكمان زي ما انت شايف كده من السيستم بتاع موقع ليه تشيس بيقولك انه مسيطر على المربع ده بهذا البيدق، بيدق السي، وكمان بيجهز لدفعه بدأ الدي على الدي 5. المهم يا سيدي الراجل مكمل في خطته، بيفنكت الفيل، وبعدها بيدفع فعلا بوبي فيشر البيدق، بيقول له يلا كسر كسر كسر. طبعا البيدق ده حاليا محمي بالحصان وبالوزير، ما تقدرش انك انت تمد ايدك عليه. بعدين هنا بينتشر بالحصان عادي جدا، وبنفنكت الفيل. وطبعا انت عارف النقله الجايه بوبي فيشر هيبيت. بس قبلها حتى ليه تشيس بيوريك انه لما اللاعب الابيض دونالد بيرن دفع البداء ده خطوه، بيوريك انه الفيل ده دلوقتي بقى قادر ان هو يتحرك. يعني هو بيفتح المجال للفيل بتاعه ان هو يتحرك على المربعات البيضاء. طبعا بوبي فيشر بيبيت متفقين دفاع الملك الهندي، وبعدين بينتشر دونالد بيرن من الحصان. المهم بيكمل الماتش حصان من بوبي فيشر وبعدين تبييت. ثم هنا بقى بنبتدي شويه شغل مختلف. دفع البداء ده طبعا بدل ما هو يطلع، ان لو انت فاكر برضو لما شرحنا انه غالبا الفيل ده بيطلع هنا يمسك الحصان دوت يربطه على الوزير. لكن بوبي فيشر هنا غير الفكرة ديت، ودفع البيدق عشان عايز يطلع بالفيل ده من هنا يبص على الوتر بتاع الرخ. هيرد عليه ازاي؟ ام دونالد بيرد عمل نفس الفكرة، دفع البيدق عشان يجيب الفيل بتاعه يبص على الوتر بتاع الرخ. طيب ماشي يا عم، انا طلعت بالفيل بتاعي، قام التاني طالع بالفيل بتاعه. هنا بوبي فيشر قال له يعني انت جاي هنا عشان تبص على الرخ بتاعتي فتمنعني من دفعة الاي 6 او الاي 5؟ دونالد برين قال له ايوه. قال له طب بص يا عم، شلت لك الرخة خالص. بعدها الراجل بيطور الوزير بتاعه. ثم هنا بدأ بوبي فيشر يضرب المركز. لو انت فاكر لما شرحت لك في الدفاع الاسكندنافي، سوري، في الدفاع الملك الهندي، لو الابيض بيت على نفس الجناح اللي انت مبيت فيه، هجومك بيبقى يا اما على جناح الملك بتاعه يا اما بتهاجم من المركز. هنا بوبي فيشر زي ما احنا شايفين قرر ان هو يهاجم من المركز، دفع البيدق. دلوقتي البيدق ده مطلوب بيه قطعتين، البيدق والحصان، بس هو برضو محمي بقطعتين زي ما انت شايف، البيدق والوزير. قرر هنا الراجل ان هو ياخد بيدق في بيدق. طور عمنا بوبي فيشر الحصان بتاعه. ولكن الاهم، وحتى السيستم بيوريك بتاع ليتشس، دلوقتي بقى الفيل والحصان وكمان يعني اوريدي مسيطرين على المربع ده، مربع الدي 3، وكمان البيدق بقى طريقه شبه سالك ان هو يوصل للمربع ده. تعال نشوف ايه اللي حصل. جاب الرخ بتاعته على العمود وبشكل غير مباشر في وش الوزير لو انت واخد بالك، لكنه ترك، بص حتى السيستم معلم لك احمر، ترك حماية البيدق اللي على الاف 2. وهتقولي دلوقتي طب هو البيدق ده مهم في ايه؟ ما هو كده كده محمي من الملك. هتعرف كمان شوية هو مهم في ايه.
هنا بوبي فيشر دفع الحصان هنا خطوة على مربع التي 3، عايز ياكل البيدق اللي على مربع الاف 2. هل تقدر تقول لي ليه بوبي فيشر مهاجم البيدق ده حاليا؟ اصلك انت لو خدت البيدق بتاعي الاف 2 ببساطة هاكل بالملك بتاعي. طب هي فين المشكلة؟ طيب تعالى الاول نشوف دونالد بيرن لعب ايه. جاب الكوين على السي 2، بيقول له يا باشا انا هاخد بالرخ بتاعتي الحصان العسل ده، لما تاخد بالفيل هاخد الفيل بتاعك بالوزير، ويبقى كده فيل وحصان في قلعة، انا المستفيد، انا اللي كسبت نقطة زيادة اساسا. وقف الفيديو، خد لك دقيقة وحاول تجيب نقلة بوبي فيشر اللي جاية، وصدقني اعتبره تمرين ليك، هيفرق معاك جدا في ماتشاتك بعد كده، وخاصة لما تلعب دفاع هندي الملك. لو جبت النقلة اكتب لي في الكومنتات ايه النقلة اللي انت شايفها تتلعب في الموقف ده من الاسود. استاذنك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتش. بوبي فيشر اخد البيدق اللي كان على مربع الاف 2. هتقول لي ايه ده؟ طب ما انا هاخده بالملك. اه يا باشا انت تقدر تاخده بالملك، بس هل انت شايف الكش بتاعت الحصان؟ وهل انت شايف اللي بعد الكش دي ايه اللي هيحصل؟ يعني انت دلوقتي لما تتحرك بالملك، انت كنت واخد بالك من الفرك دي اصلا من الاول؟ اديني يا باشا، يا تديني الرخ يا تديني الوزير، انت اختار. لو انا او انت او جبنا 5000 واحد بيلعبوا شطرنج من على القهوه، قلت له هتلعب ايه في النقله دي، هيقولك يا باشا هاخد الرخ وزي الفل مرضيه. بوبي فيشر اخد الفيل، ما اخدش الرخ، ما كسبش الفرق. تعرف تكمل؟ هات الفيل. بص بوبي فيشر عمل ايه، دفع البيدق، بيقول له اديني حصانك بس خد بالك الفيل جاي على مربع البي 7 يديك كش. الفكره اللي عملها بوبي فيشر ان هو فضل مركز وتخلص من الدفاعات بتاعه الملك. كان في هنا فيل على الابيض مدافع عن الملك كويس جدا، كان في بيدق بيادق حوالين الملك، كسر بيدق وبعدين كسر الفيل اللي كان بيحمي الملك، وفضى المربعات اللي حوالين الملك زي ما انت شايف دلوقتي، وبعدين قطعه كلها كمان شوية هتروح ناحية الملك. الفيل ده هيجي يدي كش، الوزير ده يا باشا يقدر دلوقتي ان هو يجي هنا، طبعا مش قادر يجي هنا حاليا لكن انت هتشوف ان هو هيدفعه قدام في المستقبل كمان كام نقلة، ويجيبه على المربع ده عشان يدي كش للملك. كل ده هتشوفه دلوقتي. انا بس بفهمك ليه بوبي فيشر بيلعب النقلات دي. لما بوبي فيشر دفع البيدق وطلب الحصان، نزل الراجل الطيب دونالد بيرن واخد البيدق كش، اتحرك الملك. وبعد ما اتحرك الملك زي ما قلت لك بوبي فيشر دفع الوزير بتاعه قدام، عايز يجيبه على مربع ال H3 بكش على الملك. هنا الراجل الطيب دونالد بيرن جاب الوزير بتاعه هنا لانه حس انه لازم يبقى في قطع حوالين الملك عشان تدافع عنه. الرخ دي بره الماتش لحد دلوقتي، هو كمان شايف نقلة الوزير، فعايز ان هو يحط الوزير كديفندر كمدافع عن الملك. بوبي فيشر فعلا اداله الكش، الملك اتحرك. ودلوقتي هستأذنك توقف الفيديو يا عم 30 ثانية بس، حاول تجيب نقلة بوبي فيشر العبقرية اللي جاية. أتمنى إنك تكون وقفت الفيديو. طيب بوبي فيشر دلوقتي عايز يدي الراجل الطيب ده كش مات. طيب هي فين المات؟ المات يا ريس هو إنه الوزير يجي على مربع الجي 2 في حماية الفيل، فيبقى كش مات. طب إيه اللي مانع المات؟ الوزير. بوبي فيشر هنا يلعب إيه؟ خد بالك إنه يعني بص بجد الحصانين والفيل واقفين يتفرجوا على الماتش. يعني شيء غريب جدا من بوبي فيشر، ازاي بيعمل يعني ازاي بيطلع القطع بره اللقاء. الراجل ده اسطوره. المهم يا عم بوبي فيشر هنا بيلعب ايه، روك على الاي 1. انت ما تقدرش تاكل بالوزير لان انت هتاخد كش مات بالوزير الاسود، وبالتالي انت مضطر انك تاخد بالقلعه بالرك بتاعتك. فعلا اخد الرخ بتاعته. تبص كده تقول ايه ده، طب دي رخ مجانيه. لا هي مش رخ مجانيه. عارف ليه؟ مش هطلب منك توقف الفيديو تاني. فيل في حصان والوزير مربوط على الملك، يا تخسر وزيرك يا تبلوك بالقلعة وتخسر القلعة، وبرضه هيفضل وزيرك مطلوب وانت لازم تتصرف، يا اما الوزير هيروح. الراجل الطيب ده لانه كده كده الماتش خلصان، مفيش اي حاجة اصلا تقدر تعملها غير انك انت تاخد بالوزير. وبعدين ده تشيك ميت من بوبي فيشر لدونالد بيرن. يلا بينا نخش على الماتش التاني عشان تتعلم اكتر من الكينجز انديان ديفense.
يلا بينا يا ريس. في المباراة التانية بوبي فيشر بيلعب قدام واحد اسمه مانويل آرون جي ام يعني. المهم يا عم، بدأ وزير حصان بيدق. خلاص بقى كل النقلات دي احنا شفناها وشرحناها. طلعنا القطع بتاعتنا، هنبيت في جناح الملك الابيض، خرج بالثلاث بيانات بتوعه بالحصان، ولقت الحصان هيخرج، كل ده احنا شفناه. هنا الراجل غير شويه، خرج بالبيدق بتاع الاف على الاف 3. اهميه النقله دي في ان هو بيقول له يا عم فيشر الحصان بتاعك ما يجيليش على مربع الجي 4 مهما حصل. وطبعا بدعم بيدق الدي 4. المهم مكمل بوبي فيشر عادي جدا بيت. الراجل خرج بالفيل بتاعه، بوبي فيشر طلع بالحصان. ودي نقلة غير معتادة شوية، لأنه المفروض الفيل يخرج الأول. نفهم من كده إنه ممكن فيشر غالبا هيدفع البيدق ده وبعدين يفنكت، لسه مش عارفين، هنشوف. المهم الراجل بيطور الوزير بتاعه، وكمان بيعمل باتري أو بطارية هنا. معنى أنا ممكن أجيب الفيل بتاعي دلوقتي ده وأكسر الفيل ده بالعافية. طبعا مش هتقدر تحركه إنك هتخسر الرخ بتاعتك. بوبي فيشر هنا قرر ان هو يبتدي في ضرب المركز، وشرحنا الكلام ده برضو في الكورس بتاعنا، يعني هو مش كورس في الفيديو بتاع ال 18 دقيقة. قلت لك انه انت بتدفع يا اما البيدق ده يا اما البيدق ده، وتضرب بيهم المركز بدعم بيدق الدي 6. الراجل هنا ما عبرش بوبي فيشر وقال له يا عم انا مش هاكل، عايز تاكل كل انت، انا ما عنديش مشكلة هاخد بالفيل بتاعي. وكمل تطور بالحصان بتاعه. لكن انا بصراحة شايف انه الفيل حتى الان مش لاقي مكان يروحه، مش عارف هو هيودي الفيل ده فين. ولكن برضو خد بالك ان هو فتح الطريق ان هو يكاسل او يبيت في جناح الوزير، مش جناح عفوا، مش جناح الملك. المهم يا عم، بوبي فيشر هنا خرج بالبيدق اللي على الايه، على الاي 6. وفي رأيي غالبا الغرض من النقلة دي هو ان هو يبتدي يكسر جناح الوزير. هو تقريبا شايف ان الراجل عايز يبيت في جناح الوزير، فهيدفع البيدق ده وبعدين يكسر ويدي مساحة للرخ انها تتحرك. برضو احنا مش عارفين، تعال نشوف ايه اللي هيحصل في الماتش. حرك الحصان بتاعه. برضو النقلة دي نقلة غريبة شوية، لأنه رغم إنه الإنجن مديها تقريبا أصلا أو مديها إن أكيورسي، هي شبه يعني هو طبعا عشان هنا لونه أزرق كأنه بريليانت، بس ده مش موقع تشيس دوت كوم. هو شايفها إن أكيورسي. النقلة دي ما كانش صح، مش ما كانش صح. وبيقولوا إنه الدي إكس سي 5 كانت الأفضل. يعني الإنجن شايف إنه مانويل أرون هنا المفروض إن هو كان ياخد البدأ ده، لأنه فعلا الحصان ده ملوش مكان يروحه، فإحنا مش فاهمين هو جه هنا ليه. المهم يا عم، فيشر هو اللي اكل، رجع اخد بالفيل بتاعه وبعدين طور الحصان بتاعه وحطه على بوزيشن قوي جدا على الاي 5. وبيقول له يا عم لو انت عايز تكسر هاخد بالبدأ بتاعي، عايز تنزل تاخد الوزير هحط الرخ بتاعتي على العمود. انا كبوبي فيشر اموري زي الفل. وبعد ما احط الرخ بتاعتي على العمود انسى التبييت في جناح الوزير، لان طبعا خلاص الرخ بقت قطعه الطريق. عمنا مانويل الراجل قال لك لا يا عم انا هطور الفيل بتاعي ويمكن ابيت في جناح الملك، لسه مش عارف. بوبي فيشر خرج اخيرا بالفيل بتاعه يدخله الماتش. خد بالك البدء ده دلوقتي يبقى مطلوب بقطعتين محمي بالفيل فقط. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. جيب الحصان وقف في وش الفيل، سوري يعني وقف في وش الفيل عشان البدء ما يتاخدش. هنا الراجل بوبي فيشر زي ما قلنا دفع البدء، قال له عايز تيجي تاخد البدء تعالى اتفضل. وخد بالك بوبي فيشر هنا مضحي ببدء، لانه لو اخد بالبدء يقدر يرجع ياخد بالفيل بتاعه، فهو كده كسب بدء الابيض. وده فعلا اللي حصل، اخد بدء زياده. بس بعد ما بوبي فيشر اخد الفيل، سوري اخد الحصان اللي كان على الدي 5، دلوقتي الراجل مضطر ان هو يتيك باك. بوبي فيشر رجع البداء الزياده اللي كان متاخد منه. لحد دلوقتي الماتش ايكوال، فيه تفوق بسيط للاسود. لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل في الماتش، يلا بينا نتفرج. هنا عمنا مانويل دفع البيدق، بيكسب مساحة وبيحط ديفندر للفيل بتاعه، رغم انه الانجن شايف انها مش نقلة دقيقة. ولكن المهم بوبي فيشر بيدفع البيدق، عايز يحرر الوزير بتاعه ويدخله المباراة. الراجل بيت، بوبي فيشر فعلا لعب الوزير. وهنا الراجل الطيب ده رجع بالحصان بتاعه لورا. تعال نشوف ايه اللي هيحصل في الماتش بعد كده. بوبي فيشر جاب الرخ على السي 8، ماسك العمود ده كله بالكامل. ثم هنا هذا الشخص بقى عمنا مانويل ارون رجع بالفيل بتاعه. خد بالك من حاجه، انه مسك الوتر ده، معنى كده ان الوزير ده ما يقدرش يجي هنا ولا هنا ولا هنا، هيتاكل. انت لو مش واخد بالك في ماتش ممكن الوزير بتاعك يروح، بسبب ان الراجل ده دلوقتي ممكن يكون بيفكر يحاول ان هو يحاصر الوزير بتاع فيشر. تعال نشوف ايه اللي حصل بعد كده. بوبي فيشر لعب الحصان هنا، قال له يا باشا يا تديني الفيل ده يا تديني الوزير ده، يا اما تيجي تاخد الحصان وانا اخد الفيل.
خد بالك بقى من حاجه، تعالى كده نبص. لو ما كانش بوبي فيشر نزل بالحصان هنا، او ما جاش سوري جيب الحصان هنا، كان ايه اللي ممكن يحصل؟ كان يقدر مانويل ارون ان هو يدفع البيدق ده على الوزير. الوزير مش هيبقى له ولا مربع يروحه غير ان هو يرجع على المربع، لا حتى مش دوت، على المربع ده. بعدين هيجي الحصان تاني يطلبه، الوزير ده ممكن يتحاصر. عشان كده بوبي فيشر لعب النقلة دي وقال له يا باشا يا تاكل ياكل. الراجل اخد، بص بوبي فيشر هرب بالوزير بتاعه لان هو فعلا كان متحاصر. جاب الرخ قال له اديني وزيرك، قال له مش هديك وزراء، طب كسر كسر يلا بينا. نزل بالحصان بتاعه قال له اديني الفيل، مش هديك فيلا يا عم. دفع البيدق بتاعه خطوه لقدام. الانجن حتى شايف ان دي مش نقله دقيقه ولا حاجه. بوبي فيشر هو كمان دفع البيدق. خد بالك من حاجه، المربع ده تحديدا ممسوك من الفيل دوت. وركز ليه انا بقولك الكلام ده، عشان انا هطلب منك قدام انك توقف الفيديو تحاول تجيب النقله. المهم يا عم، هو بيمركز الفيل بتاعه، بيقول له اديني الفيل بتاعك. قال له يا عم خد الفيل ولا تزعل نفسك. وهنا بوبي فيشر رجع بالوزير خطوه لورا، بيقول له اديني البيدق السكر ده. الراجل هنا طلع بالوزير بتاعه بيحمي البيدق. بوبي فيشر رجع بالفيل. ودي نقله عبقريه جدا، وحاجات انا وانت بننساها واحنا بنلعب. هي فكره انك انت تفتح المجال لقطاعتك علشان تدخل المباراه. يعني دي نقلات انا بحس ان هي مش بتيجي في دماغنا واحنا بنلعب يا جماعه. يعني انت هنا لو الفيل بتاعك واقف هنا هتقول يا عم ده الفيل بتاعي واقف في نص الرقعه ومحمي بالبيدق. انا هحاول اشغل الرخ دي من هنا او اشغلها من اي بقى حته تانية. ولكن هم عندهم نقلات هي ما بتجيش في بالنا. بص، رجع بالفيل، ساب الفيل ماسك الوتر كله، وكمان الرخ دخلت الماتش. هتقولي ما هو محمي بالبيت، الحصان محمي بالبيت. اقول لك بس اصبر عليا وشوف اللي هيحصل دلوقتي. بعد نقلة الفيل، الراجل بيحاول ان هو يدخل الرخ بتاعته في المباراة، رغم ان النقلة دي فعلا حتى الانجن مديها بلندر اصلا. يعني هو انت جاي هنا تعمل ايه؟ انت مش تعمل اي حاجة. بس تعال نشوف ليه الانجن مديها بلندر. بوبي فيشر هنا لعب الرخ بتاعته على مربع السي 4. بيقول له يا تديني البدء ده يا تديني البدء ده. طبعا هو ده ضاغط عليهم دلوقتي بشكل غير مباشر لان الاتنين لسه محميين. ولكن كمان البدء ده محمي او مضغوط عليه بالوزير، محمي بالوزير التاني. بوبي فيشر عمال يطلب 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 في قطع. ولكن انت لو ركزت هتلاقي ان كله اوريدي كل القطع محمية. يعني البدء محمي والبدء ده محمي والبدء ده محمي. هنا للأسف عمنا بقى مانويل ارون عمل بلندر بان هو نقل القلعة دي على الصف التاني، بيزود حماية البيدق ده. وقف الفيديو بعد إذنك، ده شيء مهم جدا. خد دقيقة وحاول تعاقب النقلة دي وتفنش المباراة دي وتخلصها كأسود. أتمنى أكون وقفت الفيديو بجد. في تضحية هنا قوية جدا عملها بوبي فيشر. لو انت مش شايفها يلا بينا بقى نشوفها. بص يا باشا، الملك ده عنده باك رانك ايشو. يعني ايه باك رانك ايشو؟ يعني مفيش اي قطعة موجودة على الصف الاول بالنسبة للابيض تحمي الملك. وكمان الملك ما يقدرش ان هو يهرب لو اخد كش، بسبب ان الوزير اصلا واقف ماسك المربع والبيدق واقف في المربع ده، فالملك مش هيعرف يتحرك. لو انت عرفت تدي كش من اي مربع من المربعات دول، طبعا مش دول، عشان يعني هنا مثلا تدي كش من هنا او من هنا او من هنا، الملك ده هيخسر الماتش. طيب تعال نشوف ده حصل ازاي. بوبي فيشر ضحى، اخد الحصان. الفكره ان انت هتقول لي ايه ده؟ طب ما انا هاخد يا باشا بالبدء بتاعي، انت خسرت فرق. طب خد كده بالبدء. هو اوريدي اصلا الجيم اصلا انتهت هنا لانه الابيض عمل ريزاين. بس تعالى بقى نشوف ايه اللي يحصل في الوضع ده بكل بساطه. انت لو اخدت بالبدء، بص يا باشا، كش. ايه اللي عندك تعمله؟ لو انت غطيت بالوزير تخسر وزيرك. طب هتغطي بالرخ، كش. هتغطي بالوزير، كش مات. لا وانا كمان فاتتني حاجه وانا بشرح، ده انت كمان لو غطيت بوزيرك اصلا هو كده كده كش مات. انت مش محتاج تخسر الوزير بالفيل ولا حاجه. اتمنى يا باشا تكون المباريات عجبتك. ماتشين كده في السريع، والله ما عارف الفيديو ده طويل ولا قصير، لسه هنشوف. اتمنى تكون استفدت وخدت خبره في دفاع الملك الهندي. لو انت ملاحظ حاجه كويس جدا في الماتشين، لم يستطع احد الاقتراب من هذا الملك بتاع بوبي فيشر. الراجل ده اسطوره. يا ريت تسيب لي لايك وتشترك في القناه واكتب لي كومنت لو عرفت تجيب النقلات ولا لا. واشوفك الحلقه الجايه يا ريس. باي باي.